السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض أحلى صينية بطاطس ممكن تعمليها وانتي بجد أي طريقة تانية. وشوفي الطريقة بتاعتنا النهاردة ديت تنفع عزومات جدا، داخلين على أيام كريمة ورمضان إن شاء الله على أبواب، تقدري تعمليها في عزومة وتطلع بجد نتيجة حلوة قوي. هنعمل النهاردة باللحمة، ممكن تعمليها بالفراخ. أهم حاجة الريحة والشكل والطعم، حاجة يعني تحفة جدا. بجد عايزه اقول لك البطاطس متماسكه ولكن دايبه جدا زي ما انت شايفه. لحمه كمان مستويه بشكل حلو قوي. ما تنسيش اللايك، خليكي معايا لاخر الفيديو ويلا بينا. اول حاجه هعملها عندي هنا هي سلق اللحمه. مبدئيا كده احنا هنشوح اللحمه وبعد كده نزود عليها الميه، دي طريقه. وفي طريقه تانية بنغلي الميه الاول وبعد كده بننزل عليها اللحمه. بس انا هقولك النهارده احنا اخترنا الطريقه ديت ليه. جبت حله على النار ونزلت فيها نص معلقه من السمنه، هضيف عليها بقى بصلايه متوسطه متقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، 3 فصوص حبهان، وكام ورقه من اللورة. هبتدي كده اديهم تشويحه بسيطه خالص لغايه ما يطلع الريحه بتاعتهم. وعايزه اقول لك الخطوه دي حلوه قوي 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 في تشويح اللحمه، يعني بتديها تيست كده حلو قوي. هنا بقى نزلت عندي اللحمه، وطبعا باي كميه. في بقى ملحوظه عن سلق اللحمه، يعني ناخد نتيجه كويسه بالنسبه لقطع اللحمه ديت. لو خارجه عندك من الفريزر ما ينفعش انها تبقى متجمده او حتى تبقى نص متجمده، لازم تبقى معاكي اللحمه فكه خالص وتبتدي ان انت تشتغلي فيها. هسيب بقى اللحمه عندي هنا تاخد وش من كل جنب، يعني تغير اللون الاحمر بتاعها ده وتدينا اللون المعتاد بتاع اللحمه. هسيبها كده على كل جنب حوالي دقيقه او دقيقتين لحد ما تغير اللون بتاعها زي ما انتم شايفين. لو تلاحظي هتبصي تلاقي كده لون متغير شويه، اللي هو لون التشويح مش لون اللحمه العادي. وده على فكره بيفضل فيها لحد بعد ما بتتسلق، وبرده ده اللي هنشوفه، بس مش عايزين نسبق الاحداث. زي ما انتم شايفين برده من وقت للتاني كده ببتدي ان انا اقلبها لغايه ما تغير اللون خالص، وده برده ضروري جدا. الخطوه ديت ما بتخليش عندك اللحمه تكش قوي في قلب السلق، كمان بتخلي لون اللحمه فاتح. دي برضو من الحاجات اللي نخلي بالنا منها. وعايزه اقول لك لو هي خارجه من الفريزر تتشطف وتتصفى على اساس ما تبقاش لونها غامق قوي، ودي برضو نتيجه احنا مش عايزينها. بعد ما اخدت بقى اللحمه عندي اللون دوت، ببتدي انزل عليها بميه سخنه جدا، يعني لو في كاتل تبقى ميه من الكاتل، لو ما فيش تبقى ميه كده مسخنه على النار وانزل بيها. لو نزلت بميه بارده هتنزلي درجه حراره اللحمه، ودي برضو حاجه احنا مش عايزينها خالص. دي بقى بتعمل ايه؟ بتخلي اللحمه تبقى بارده خالص، ولو فيها دم ممكن يتجلط في قلب اللحمه نفسها. انت غيرتي درجه الحراره من سخن قوي لساقع قوي مره واحده، ودي برضو نتيجه مش عايزينها خالص. بعد ما بنزل بقى الميه ببتدي ان انا اغطي عندي الحله واسيبها مواربه كده لو الحله عندك مش كبيره، وبفتح كل شويه اشيل عندي الريم. بتبقى كميه الريم لما بغطي عندي الحله طول الوقت قليله جدا زي ما انتم شايفين، واللون عندي بتاع الشوربه بيبقى فاتح وحلو قوي. لو سيبنا الريم دوت هتبص تلاقي الشوربه نفسها معكره، ودي برضو نتيجه احنا مش عايزينها خالص. لما بتستوي اللحمه بزودها الميه برضو لو انا عايزه ازودها شويه كمان، وبعد كده بملحها واسيبها تغلي غلوه، وبعد كده ارفعها عندي من على النار. نيجي هنا بقى للبطاطس. عندي هنا البطاطس يعني يفضل كلها تبقى قد بعض بالشكل اللي انت شايفاه ده، كيلو بطاطس او طبعا على حسب الكميه اللي انت عايزاها. بقشرها، ببتدي بقى ان انا اقطعها لحلقات بالشكل ده، بس تكون عريضه شويه مش عايزاها رفيعه. لو قطعتيها رفيع هتبص تلاقي معاكي البطاطس يعني استوت بسرعه واتهرت، وانت بتغرفيها كده تلاقيها مهريه. لكن لو اتقطعت سميكه شويه بتستحمل السوا وكمان تبقى ماسكه نفسها ومستويه بشكل كويس. هنا بقى بعد ما بقطعها بروح حطها في ميه، لو انا مش هشتغل فيها حالا يعني بحطها في ميه على اساس انها ما تحمرش مني، ودي برضو من الحاجات اللي الناس كلها عارفاها. هنا بقى عندي بصلايه كبيره مقطعاها كده 4/4 وشرايح بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بالنسبه بقى للاضافات اللي انا هحطها عليها او البهارات، عندي معلقه من الملح، نص معلقه من الشطه، نص معلقه من الفلفل، ونص معلقه من الكمون، ومعلقه صغيره من بهارات اللحمه، ورشه بسيطه خالص من جوز الطيب. مع اختلاف بسيط، لو انا هعملها صينيه بطاطس بالفراخ يبقى احط معلقه صغيره من بهارات الفراخ. تمام. هبتدي بقى دلوقتي ادعك البهارات مع البصل بشكل كويس جدا لحد ما ادبل البصل، احس ان هو جاب ميه كده في ايديا. يعني هي عايزه ايه بتاع دقيقه كده زي ما انتم شايفين البصله هتلاقيها معاكي دبلت، ودي برضو نتيجه انا عايزاها جدا. يعني قبل ما تبتدي في البطاطس خالص او في صينيه البطاطس تبقى انت عامله الخطوه دي ب10 دقايق ربع ساعه وهتبقى تمام جدا معاكي.
هنا بقى بحضر عندي صينيه، ده بيبقى على حسب كميه البطاطس، وبنزل عندي البصل اللي هو متبهر معايا. دي كده بقى الطماطم اللي احنا فرزناها مع بعض. عايزه اقولك نتيجتها حلوه جدا، يعني انا طلعتها من العلبه وحطيتها كده على النار علشان تفك، ونزلت بيها كده على البطاطس. بالنسبه بقى للكميه قد ايه، دي كانت علبه حوالي يعني هنقول لو متسبكه نص كيلو من الطماطم. هنا بقى كمان عندي معلقه كبيره من هريسه الشطه، لو مش موجوده عندك هنستبعدها ونستعمل الفلفل. وكمان عندي هنا جزرتين قطعتهم برضو شرايح، وقرن من الفلفل عايزاه حامي او بارد. وعندي هنا فص توم واحد يعني يكون كبير، ابتديت ان انا ادقه بشكل كويس جدا واحطه. ما حطيتش توم كتير ليه؟ البطاطس لما بتزودي لها توم كتير بتغير طعمها خالص، لكن انا بس عايزه ريحه تديني ايه، تطعيمه بسيطه خالص، وبجد بتبقى حلوه قوي. يعني ما نزودش خالص في صينيه البطاطس التوم كتير. قلبتهم بقى كويس جدا، وبنزل عندي هنا بكميه اللحمه. زي ما انتم شايفين برضو، هي دي الخطوه اللي انا عايزه اقول لكم عليها. لون اللحمه نفسه مش باهت كده، اللون حلو، ولما ياخد سوا كده مع صينيه البطاطس بجد هيبقى مختلف جدا. بنزل هنا بقى بكميه الشوربه، يعني بحط كميه كويسه كده لحد ما بوصل لاخر البطاطس. يعني بحط كميه كده هتشوفوها دلوقتي مناسبه، ما تبقاش قليله، تبقى مع السوا ان انا محتاجه ان انا ازودها تاني، وكمان ما تبقاش كتيره بحيث ان الصلصه تبقى معايا صيصه كده، ودي برضو نتيجه بتحصل مع ناس كتير فاحنا مش عايزينها. ببتدي بقى ايه، اظبط عندي كده البطاطس مع اللحمه، يعني ارصها بشكل كويس جدا. لو هقدمها لضيوف بالشكل دوت من غير مغرفه بتبقى شكلها حلو قوي، لو مش هقدمها برضو عشان اللحمه تاخد معاكي سوا بشكل كويس. بالنسبه بقى لصينيه البطاطس، لو هنعملها بالفراخ مش باللحمه، هنحط الفراخ نيه، يعني نيه كده مع البطاطس النيه، ويستووا الاتنين مع بعض. عايزه اقول لك ان الفراخ ما بتاخدش سوا كتير، يعني سواها من سوا البطاطس بالظبط، لكن اللحمه في الغالب بتبقى محتاجه سوا اكتر من سوا البطاطس، فاحنا بنسلقها الاول وبعد كده نعمل بقى صينيه البطاطس زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بعد ما ابتديت بقى ان انا اساوي عندي اللحمه كده واظبطها مع البطاطس، بنزل بمعلقه كده من السمنه، او لو حتى عندك اي دهون انت مسيحاه، يعني ليا او حتى الدهن اللي هي بتاعت الكلاوي ديت اللي متوفر عندك، هتنزلي منه معلقه وتظبطيها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بجد دي تركايه حلوه جدا جدا. دلوقتي بقى ناخدها عندنا على النار، هتقعد معاكي حوالي نص ساعه على نار متوسطة، مش نار عالية قوي. الحاجة لما بتتسوى على نار متوسطة كده مش نار عالية قوي، بصراحة بيبقى طعمها حلو جدا عن انك بتبقي مشغلة البوتاجاز على الاخر. بصراحة النتيجة بتبقى مختلفة جدا في الطعم، مش في الوقت خالص. ممكن تبقى النار الهادية دي تاخد وقت اطول شوية، لكن انت بتاخدي نتيجة احسن كتير. هنا بقى بعد ما ابتدت انها تستوي معايا البطاطس، وزي ما انتم شايفين الميه عندي او الصلصه عندي ما نشفتش، الصلصه عندي موجوده، ودي برضو حاجه مطلوبه جدا. اختبرتها عندي كده بطرف السكينه، لقيتها بتدخل وتخرج بسهوله جدا. كده استوت، هدخلها عندي في الفرن على الشوايه بس. البطاطس اوريدي عندي مستويه بشكل كامل، بتاخد بس وش كده حوالي 10 دقايق ربع ساعه، وبتطلع بالشكل الجميل جدا ده. اتمنى يكون الفيديو عجبك وتجربيها. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، وسلام عليكم.